أحمد شرطين عضو لجنة المهجرين بالجمعية الليبية. أهلا وسهلا بك أخي. الو، السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. موضوع حلقتنا أخي أحمد عن المهجرين الليبيين بالخارج، تفضل. طبعا تحية طبعا كل اخوتي الليبيين اللي يسمعوا فينا الان. نقول لهم اسعد الله مساكم في هذا اليوم الكريم، وان شاء الله الشهر المبارك هذا ينعاد علينا بالخير وعلى الامه الاسلاميه ككل، وان شاء الله يكون فاتحه خير الشهر هذا، واللي كل الليبيين نشوفوا عوده الليبيين من مهجرهم. للاسف الان حسب الاحصائيه الاخيره لمنطقه القبائل الليبيه 2 مليون ونصف بين مهجر ونازح في ليبيا، سواء في الداخل او في الخارج. هذه تعتبر طامه كبرى او وصمه عار لما يسمى بالفضائية اليوم. طبعا انا حاضر نعرج على عده نقاط، ولكن استهلها بنقطه النازحين الان داخل ليبيا، غرباء داخل الوطن، وهذه مشكله كبيره. ما نتمنوش ان احنا نكونوا في ظل التغيرات هذه، والله في ظل ان الواحد طامح انه يكون يعيش في حريه ويعيش في امان ويعيش في سلام، وطالب احنا نقول مطالب شرعيه او تكون منطقيه، ما يكونش فيها اقصاء، ما يكونش فيها تهجير، ما يكونش فيها تفريط عنصري، ما يكونش فيها اقليات. لان احنا الحمد لله مؤمنين بالله جيد كويس، ونعرف ربي كويس، واصلين لدرجه قناعه ان احنا الشعب الليبي اخوه فيما سبق. لكن اليوم كما ذكرت انت حضرتك قبل قليل، يعني بين مشرد ومهجر، وبين سجين، وبين فاقد لاحظ اعضاء. يعني نتكلم على كل الليبيين، يعني نتمنى ان هم يفتحوا قلوبهم ويحاولوا ينظروا لليبيا الجانب الافضل لليبيا، ما ينظروش للجانب المأساوي مثلا كما هم يعني يسموا فيه حريه الراي وعدم ما فيش، احنا نقول حريه الصحافه، ما فيش حريه مثلا الانتخابات، رغم انها كل الان جربناها وضبنا منها الامرين. يعني هذه بس من اخوي احمد، هل في احصائيه نهائيه ممكن نحن نقدر نقول اللي عند الان قدرتوا توصلوا لها بعدد المهجرين في خارج؟ شوفي، هو مش صعب لكن تقريبيه على ما اظن، يعني بس ما نلزمش في الامور هذه، لان الاحصائيات تتفاوت بين سمعنا احنا فيما سبق وزير الخارجيه التونسي صرح بعدد الليبيين اللي في تونس، وبعد سمعنا الرئيس التونسي حتى هو صرح بعدد الليبيين، يعني فات بالنسبه اللي سبقت يعني 1,600,000 حسب احصائيه الدوله التونسيه، وبالنسبه للدوله المصريه الان تقريبيا وليس نهائيه، يعني قرابه 1,200,000. يعني لو نحسبوا حسبه حسب ما يتكلموا هم، يعني نقول احنا الجهات الرسميه هذه وصلنا ل 200,000,000 وناهيك على المناطق الاخرى زي احنا نقولوا دول الجوار زي في جنوب ليبيا، او نقولوا في الدول الاوروبيه الليبي فر من الوضع المزري اللي حاصل في ليبيا الان، وانه متخوفين الان ممكن يصير حتى نزوح اخر، يعني من نفس انصار فبراير، وهذه كارثه. لان احنا نشوف الان اليوم ليبيا قتل، تدمير، سرقه، خطف، اشنع او الجرائم اللي نشوفوا فيها، اللي نبذها العرف ونبذها الدين ونبذها التقاليد، نبذنا حتى الاتفاقيات الدوليه اللي مبرمه بين الدول اللي في العالم الان. ولكن الاحصائيه النهائيه دائما احنا قلت لك ارتكزت على الاحصائيه اللي خرجت من القبائل الليبيين، حكم هذا الجسم هو الجسم الشرعي الان يمثل كل الليبيين، تحديد الانصار العظيمه. ونقول احنا باش ما نصنفوش، باش ما يزعلوش منا الليبيين اللي يسمعوا فينا الان، نقولوا اللي مصنفين هم احنا كنا من انصار النظام السابق، فهذه الاحصائيه هي اللي المفروض احنا نعترفوا بها ككل. يعني اخوي احمد، هل قمتم بمناشده جهات حقوقيه لايجاد حلول للمهجرين؟
شوفي انا صاحب تجربه، يعني انا اتكلم على نفسي باش ما نكونش يعني محل يعني نقد، ونتمنى يكون نقد بناء وليس نقد هدام. من اول خروجنا لدول الجوار وانا هنا يعني من مصر، قمنا بمراسله هذه المنظمات، لكن للاسف قوبلت هذه رسائلنا بالرفض بحكم ان احنا سبق ازلام، وان احنا انصار، وان احنا طواغيت العصر. هذا حسب ما تروج به هذه المنظمات اللي كانت هي السبب الرئيسي في سبب نقول احنا في دمار ليبيا، او سبب البلاء في دمار ليبيا، ان هم رفعوا. أخوي أحمد، ما دخل هذه الأعذار في حقوق الإنسان؟ نعم، ما دخل هذه الأعذار؟ لماذا يتحججون بهذه الأعذار إن كنتم أزلام ولا غير أزلام، أو كنتم مع أو ضد بموضوع حقوقي، موضوع إنساني بحت؟ شوفي بس خلونا نتكلموا احنا توا بعين الحقيقة بمنطق عشناه. يعني هم بعيدين كل البعد على هذا المسمى، بدليل قلت لك يعني تم تقسيم الشعب الليبي. ان بعد وصلنا معهم، انت لما يسألك اول سؤال يقول لك انت خرجت بعد الثورة او بعد التحرير او قبل التحرير، حسب السؤال بتاعهم. يعني هذه المنظمات، وانا نكون مش راح نسمي المنظمات لان هم باش يعرفوا انفسهم، يعرفوا الناس اللي جاتهم. يقول لك يعني سؤال ما تسأله لو انك انت فعلا هدفك هو حقوق الانسان، بغض النظر اللي جاي هذا لاجئ متضرر من جراء الحرب ليبيا اللي حصلت فيها حرب وليس صراع قبلي. تو كانوا صراع قبلي زي ما حصل اليوم، والله نقولوا ممكن نهزوها على الطاوله او نقعمزوا كما احنا عندنا قاعده الشيبين، لكن هو حرب دكت ليبيا ب 42 دوله، ومن بوارج ومن طائرات، يعني من جنود على الارض والمرتزقه اللي هم ابتداها، يعني هم جو وشفناهم على الارض. هذا المفروض انك انت ما تصنفش الناس حقوق الانسان، ولكن كل منظمات حقوق الانسان للاسف لم تكون هي ذات صله بها بحقوق الانسان. بالعكس كانت هي المعول الرئيسي لدمار ليبيا. وحين لما مش راح نرجع للخلف، ممكن الان وضحت الصوره امامهم وشافوا اللي كان هم يحاولوا يروجوا ويوصلوا فيه للاعلام. الان الحقيقه واضحه وضوح الشمس. مهما صار من خلاف سياسي في ليبيا، لكن المشكل الانساني او تفاقم المشكل الانساني موجود. مدن على فكره نبيها خاويه على عروشها، مدن الان نازعه تسكن في اسواق الصفيح، مدن الان دمرت عن طريق الحرب، يعني مخلفات حتى الحرب. المفروض ينظروا حتى لمخلفات الحرب اللي حصلت، وهم فعلا ينظروا لحقوق الانسان. خوي أحمد، نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، ستقضون هذا الشهر، هذا رمضان الثالث على المهجرين بالخارج. كيف سيقضيه المهجرون بالخارج الذين ليس لديهم لا مأوى ولا شيء يأكلونه؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي الخطط التي ممكن انكم انتم سترتبونها لمساعدة هؤلاء المهجرين؟ كويس. ان شاء الله يا ربي الشهر الكريم ينعاد علينا بالخير وعلى المسلمين. ان شاء الله يا ربي ينزل الرحمه في قلوب الليبيين وكل المسلمين، باش نرجعوا للتآخي والمحبه اللي عهدنا عليه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، ان هذا شهر الله، واللي بيصيم يعني يحاول ان يكون قلبه رحيم. واحنا بالنسبه لي خلينا نوضح دورنا كجمعيه ليبيه للأعمال الخيرية وجمعية الليبية الثقافية. هي عبارة عن جمعية تخص الجانب الإنساني للمهجرين الليبيين في مصر، ونحاول ان احنا نبحث عليه مقرات في الدول الأخرى، ونديروا احنا نقولوا فروع في الدول الأخرى باش تحمل هذه الجمعية خير لكل الليبيين المهجرين. نحاولوا بقدر الإمكان في شهر رمضان نحن مبنية الجمعية على تبرعات باش نوضح الصورة أكثر. ممكن الليبيين يقولوا قاعدين برا ومنيرين الجمعية أمورهم تمام كما نسمع في الشارع، لا بالعكس، هي الجمعية هذه يعني تشتغل على تبرعات الناس الخيرة. نحاولوا بقدر الإمكان يعني
نوقفوا المبادرة الشبابية اللي طلقت الآن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي الآن ما شاء الله تسعى لمساعدة ولملم الجراح الليبيين من الطرفين، وهذه يحطوا تحت. أخي أحمد، شكرا لك وشكرا لمداخلتك الطيبة معنا.